بص على تصنيف الفرق المتأهلة لدوري ابطال افريقيا والكونفدراليه الافريقيه. تصنيف الانديه في دوري ابطال افريقيا بالتاكيد النادي الاهلي بطل افريقيا هو في التصنيف الاول، ويجي معاه الترجي التونسي، سان داونز الجنوب افريقي، ومازيمبي الكونغولي. فمعنى كده ان في دوري المجموعات الاهلي تجنب الثلاثه التانيين. الاهلي بقى هيبقى عنده واحد من دول هو وبيراميدز، يعني نتمنى ان هم يعيشوا مع بعض ويقعوا مع بعض بقى في الفاينل. تصنيف تاني في الرجاء المغربي، في بيراميدز المصري، في شباب بلوزداد الجزائري، يانج افريكانز التنزاني. تعال نشوف التصنيف الثالث، الهلال السوداني، اورلاندو بايرتس من جنوب افريقيا، الجيش الملكي المغربي، ساجرادا الانجولي. والتصنيف الرابع منياما من الكونغو، مولودية الجزائر، ده الفريق اللي كان فيه يوسف البلايلي، استاد ابيجان ودجوليبا المالي. ده فيما يتعلق بدوري ابطال افريقيا بالتاكيد. تعال نبص على الكونفدراليه الافريقيه بعد وصول الزمالك حامل اللقب بالتاكيد، ومع المصري البورسعيدي اللي قدر يفوز على الهلال الليبي بضربات الترجيح. واتمنى الكابتن علي ماهر وفرقته وكل الفرقه المصريه التوفيق ان شاء الله. التصنيف الاول الزمالك من مصر مع نهضه بركان، كونفدراليه يعني نهضه بركان على طول، سيمبا التنزاني، اتحاد العاصمه من الجزائر. تصنيف ثاني المصري البورسعيدي، الصفاقسي من تونس، استاد مالي، اسك ابيجان من كوتيفوار. وفيما جاي بقى ده كله ده تصنيف ثالث مفيش رابع، انيامبا، شباب قسطنطينه، جراف من السنغال، لواندا سول من انجولا، وبقيه الفرق برافوس دو ماكيس من انجولا، اوروبا يونايتد من بوتسوانا، بلاك بولز من موزمبيق، وستالينبوش من جنوب افريقيا. الفريق ده ستالينبوش من جنوب افريقيا ده طلع سان داونز من الكاس. حتى الفريق على فكره الكونفدراليه السنه دي برضه بطوله صعبه مش زي السنه اللي فاتت، نسبيا فيها اسماء اقوى. الفريق ده طلع سان داونز من جنوب افريقيا من الكاس.